وصفة جزائرية من العيار التقيل، وهي بسكوت الويفر أو كيكة الويفر. مش عارفين بقى هي تطلع كيكة ولا بسكوت؟ هقولك في نص الفيديو. نبدأ على طول مع أحلى بسكوت الويفر أو كيكة الويفر، وصفة جزائرية رهيبة جدا. مش هتكمل تلت ساعة وهتطلعي الجمال ده كله. بصوا الطبقات عاملة ازاي. يلا نبدأ على طول وصفتنا. معايا كوباية من السكر الحبيبات، معايا 3 بيضات صغننين كده عليهم معلقة صغيرة مليانة ميل فانيليا عشان توديلك ريحة البيت تماما. الفانيليا اللي انا استخدمتها كانت خام. اضربيهم كده باي شوكه ولا باي معلقه وضيفيهم على طول في الخلاط. معايا كمان كوبايه الا ربع من الزيت. ابداي بقى اضربيهم كده ضربا مبرحا في الخلاط، ضربتين حلوين. معايا كمان 4 كوبايات من الدقيق، دقيق متعدد الاغراض او دقيق للمخبوزات. هنبدا على طول ننخله كده اهو نخله سريعه. 4 كوبايات بس. هنحط عليهم معلقتين هرميين من النشا تنخليهم، رشة ملح صغيرة، معلقة ممسوحة من كيك شيف. كل مقدار الوصفة هتلاقيه أسفل الفيديو في أول مثبت في أول تعليق. نزلت بقى بالخليط اللي في الخلاط الحلو ده، البيض والسكر والبيض والسكر والزيت. وهنقول بسم الله ونعجن بقى الدقيق بالنشا مع الحاجات الحلوة دي. هنبتدي ابداي اعجني كده اهو. احنا بس عايزين نلم العجينه. لو العجينه استمرت ان انت مش عارفه تطلعي ايديكي فيها، او لما بتطلعي ايديكي بتبقى لازقه جدا في ايديكي، يبقى هي كده محتاجه معلقه او معلقتين دقيق كبار. بصوا هنبدا ان احنا نلم العجينه لحد ما تبقى بتلزق سنه بسيطه جدا زي ما انت شايفه. بعد كده قسمت العجينه لجزئين. جزء اولاني حطيت له معلقه كبيره هرميه مليانه من الدقيق، والجزء التاني حوالي معلقه ونص من الكاكاو الخام. هنبدا بقى نعجن العجينه اللي فيها دقيق لوحدها في بوله، والتانيه اللي فيها كاكاو ببوله تانيه. وبس كده يعتبر كده 90% من الوصفه بتاعنا خلصت. ذكر النهارده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طول الفيديو بعد الفيديو افضلي قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لازم تحطي تحت العجينه دي اكياس تلاجة تفتحيها او مفرش سيليكون، مع ان المفرش السيليكون هي التصقت فيه. فانت لازم تحطي اكياس تلاجة كده من تحت علشان ما تلزقلكيش فيه. فردت العجينه البيضاء الاول بشكل مستطيل كده الى حد ما، واللي بالشوكولاته كده اهو جنبها بشكل مستطيل برده. وبعد كده حطيت الاتنين على بعضها. اول ما تحطيهم على بعضهم طبعا لازم كيس من فوق وكيس من تحت عشان هتلزق في المردانه بتاعتك العجينه الحلوه دي. هنبدأ بقى ان احنا نفردهم كده اهو. هنتنيهم كام تانية؟ اتنيهم 4 تنيات. بتتني كل تانية وتبدأي على طول تفردي بالمردانة بتاعتك بالشكل الجميل ده. ساكتة ليه؟ افضلي قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنفضل نقول ايه؟ هتفضلي قولي طول الوقت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنبدأ بقى نعمل العجينة الحلوة دي ونفردها بالشكل الجميل ده. وبس كده. مجهزه صينيه عندي مقاس 26 سواء مستطيله. طبعا يفضل ان انت تعملي مستطيله عشان الدايره مش هتظبط معاكي، هتبقى لازم انك تفرديها على شكل دايره. فردتها كده في صينيه مقاس 26 مستطيله. ولعت الفرن، دخلت البوتاجاز بتاعي، الفرن بتاعي على درجه حراره هاديه 160 170 بالكتير قوي. بتقعد في رف اوسط، بتولعي من تحت بس لمده قد ايه؟ لمده من تلت النص ساعه. بعد تلت النص ساعه اول ما تشمي ريحتها كده وتوكلي على الله وطلعيها، وهتكون بمشيئة الله استوت. ده بار شوكولاتة خام. خدت كده جزئين حلوين منه. وبعد ما الفرن اول ما طفيته رحت حطيت بار الشوكولاته في الطبق الصيني ده في الفرن. من غير بقى ما كنت مولعه الفرن ولا هعمل للشوكولاته حمام مائي ولا الكلام ده. اول ما هي تطلع الشوكولاته سخنه جدا والكيكه كمان سخنه، حطيت الاتنين على بعض. وبعد كده هو دي شوكولاته بيضه. هنبدا نعمل التعريجات الحلوه دي وباي خله بقى طولي بعرضي، وهنسيبها بدرجه حراره المطبخ لحد ما تشد معانا. لازم تقطعيها كده قبل ما تشد معاكي علشان لو شدت معاكي مش هتتقطع بسهولة. ما تنسيش ذكر النهاردة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هي طلعت ما بين الكيكة والبسكوت، ولا هي كيكة قوي ولا هي بسكوت قوي، هي ما بين البنين. يا رب الفيديو يبقى عجبكم. شكرا لكم والسلام عليكم.